من ولد بيجلس صحون لحدا عم يتكرم بأهم حفل موجود بالشرق الأوسط. الأغنية المفضلة لعام 2023 هي؟ رح نشوف. بدك مساعدة؟ الأغنية الفائزة هي يا ليل ويا عين الشامي. أول شي أنا آسف أمي ما حطيت جيل على شعراتي. إلي الفخر والشرف إني واقف أمام نجوم كبرت أنا وعم شوف وجهن، وأصوات كبرت أنا وعم بسمع صوتهم. ولي الفخر إني عم مثل سوريا بلدي العزيزة. شكرا. الحمد لله على كل شيء. شكرا للسعودية، المملكة العربية السعودية. شكرا معاليك فتحت لنا هي الفرصة لنكون هون اليوم. شكرا مرة تانية لبلد سوريا وللجيل اللي عم يدعمني لكون عم مثل الأغنية العربية وهذا الجيل هون. شكرا. اهلا وسهلا فيك في الجاي اووردز. يا حبيب قلبي أهلين فيك. اول ما حكينا جاي اووردز شو اول شيء خطر ببالك؟ الشخصيات المرموقة، الشخصيات العظيمة اللي بتتجمع بمكان واحد، التنظيم الفخم، كل شيء كواليتي، كل شيء بجنن. بعتبر اني فزت 3 مرات اليوم ككاتب وكملحن وكمؤدي. الحمد لله رب العالمين. الحالة هي اصلا صارت سريعة، المكان اللي انا فيه كتير كبير، بس هي الحالة صارت سريعة بظرف 2 سنين، بس مجهود كان كتير كبير لحتى ما صار هذا الشيء. محضر لهم عمل بعنوان صبرا. اوكي. حيثبت انه نحن عم نشتغل باجتهاد، ما لها صدفه ان شاء الله. وقريب نحن عم نحكي يعني ايام بعد الحفل. ايام بعد الحفل غني لي، لا مقطع من صابرا. اللي صابرا خليها لتنزل حتتفاجئ فيها كثير، لانه عم بعمل حاله جديده بالغنيه، عم بعمل شيء مختلف عن يا ليل ويا العين شوي. ان شاء الله كل التوفيق لك.